الكنائس ديال الاحياء او ديال البيوت اللي ولات ظاهره الان وكيناقشوها الناس، وكاين واحد السؤال عملوا نائب برلماني حول هذه الكنائس وقال ان المواطنين كيتشكاو منها لانها كتعمل ضجيج وكتزعج الجيران. طبيعه الحال من الناحيه المبدئيه لا يحق لاحد أن يزعج أحدا، ولكن في هذه الحالة راه يشمل الأمر الجميع. ماشي إلا كانوا المساجد كيزيدوا في البوقات وكيستعملوها خارج أوقات الصلاة وكيزعجوا الناس غادي نسكتوا عليهم لأنهم مساجد، ولكن الكنائس غادي نديروا عليها حملة. لا، الإزعاج مرفوض من طرف أي كان بما فيها المساجد. وفي هذه الحالة كنبغي نوضح لهذا النائب البرلماني اللي عمره ما طرح سؤال على الشكايات ديال المواطنين ضد المساجد، كنقول له هناك خرق لقانون استعمال مكبرات الصوت في المساجد، القانون اللي كاين في مرجعية الدولة في دليل الإمام والواعظ ديال وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. دليل الإمام والواعظ فيه فقرة كتعلق بمكبرات الصوت، فيها ضوابط. هذه الضوابط راه دايره هذه الدولة باش الناس يحترموا بعضهم بعض، ولكن الأئمة للأسف ديال المساجد ما كيحترموش هذيك الضوابط. أولا كيزيدوا في البوق لدرجة مزعجة جدا وغير محتملة، واللي كتأذي الناس المرضى وكتأذي الأطفال الصغار والرضع، بالإضافة للناس الكبار اللي أيضا ينزعجون حتى ولو كانوا من المصلين.